السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعي القناة في فيديو جديد معاكم من أقوى مكن التدريج في مصر وفي الشرق الأوسط بل والعالم كله من فئة 2500 ل 2600 جنيه في الوقت الحالي. إيه اللي مخليها أقوى مكن التدريج؟ إن قوة سرعتها بتوصل لحد 9000 تردد زيها زي المكن الأمريكي الخمس نجوم، سواء كان شحن او ايه او سلك. تعالوا بينا نفتح المكنه ونشوف مميزاتها ايه. اول حاجه المكنه دي بتشحن معانا 3 ساعات علشان تدينا 260 دقيقه شغل، يعني 4 ساعات وتلت بالظبط. طيب، اول حاجه فيها السرعه بتاعتها. احنا شايفين هنا في الشاشه 7000، بنقعد نلف كده ونزود، تزيد معانا سرعه المكنه. وكل ما زادت سرعه المكنه، يعني بص احنا في اقل حاجه ال 7000 مدياني 295 دقيقه، يعني 300 دقيقه، يعني 5 ساعات. يعني لو شغلتها على السرعه ال 7000 هتدي لك 5 ساعات شغل. كل ما تزود السرعه بتقلل معاك عدد ساعات الايه الشغل لحد ما توصل عند 9000. ماشي، بتدي لك ادي عامله معايا 56 دقيقة، يعني نقول 260 دقيقة مع وقت التشغيل اللي جربنا فيه المكنة قبل ما نعرضها. تمام؟ تاني حاجة في المكنة دي، طبعا مراعيين ان ساعات النور بيقطع في مصر كتير، فعملوا لك كشاف يا باشا. عملوا لك كشاف، اضرب كشاف واشتغل ودرج حتى لو النور قاطع. تمام؟ نطفي كده المكنة ونشوف الدراع بتاعها. الدراع بتاعها تكات، ادي 1 2 3 4، 4 تكات. الجديد كمان في المكنه ان طبعا قوه 9000 دي مش عايزه بقى مشط عادي، لا، عايزه مشط مكون من مواد معينه. المشط المكون من مواد معينه علشان خاطر ما يسخنش مع فتره ساعات الشغل. بيكون من بيكون من الكربون زائد النيكل كروم. الكربون والكروم دول لما بيمتزجوا مع بعض بيخلوا عدد ساعات الشغل مهما زادت ان المشط ما يزيدش. تاني حاجه، هو طلع منسينيش في حاجه مهمه جدا. عامل لي جايب لي كفر للمكنه البسه لها واشتغل بيها. كشاف قد معانا كفر البسه للمكنه، وعايز بقى اطلعه لفوق انزله لتحت مفيش مشكله. تاني حاجه، وصلة الشاحن بتاعتها. احنا بنتكلم الحاجات البسيطة اللي بتيجي مع اي مكنة ليها مميزات. اول حاجة، مفيش مكنة بتنزل بالكفر بتاعها. تاني حاجة، اي مكنة بتنزل بالشاحن اليو اس بي التايب سي. تمام، انما ما بتنزلش براس شاحن، بيسيبك انت تدور لها على راس الشاحن. لا، ال 001 معاها راس الشاحن بتاعتها اللي بتوع دي. تالت حاجة، بما انك راجل هتشتغل بمكنة متفوقة في التدريج، فمحتاج فرشة زيرو. بتديلك فرشة زيرو بجودة عالية جدا. انا اكاد اقول لك ان هي احسن من الفرشة الزيرو الويل اللي احنا بنبيعها او اللي بتتباع في اي مكان تاني. وفي كمان معانا المزيته اللي كانت بتنزل قبل كده مع المكن، حته صغيره كده فيها نقطتين 3. لا، دي بسم الله ما شاء الله مزيته تقعد معاك طول العمر. وقلنا ان روح المكنه في الزيت. يعني ايه؟ يعني كل 5 6 مرات استخدام، سواء بقى كانت اغلى مكنه او ارخص مكنه، ان شاء الله حتى لو كانت ام 8200 جنيه. ماشي، دي عايزه كل 5 6 مرات تزيت تزييته محترمه وتتركن على جنبها، تصفي الرواسب والزيت اللي فيها. 10 درجات، 10 درجات معانا. مفيش مكنة تدريج ولا امريكي ولا الماني ولا صيني ولا اي مكنة نزلت فيها 10 درجات اللي موجودين في المكنة دي. نبص كده نجيب اكبر مشط فيها. اكبر مشط فيها اللي هو العشرة عامل 24 مللي. 24 مللي. قاعدة معدن سمرة. قاعدة معدن سمرة، واخد بال حضرتك؟ ومتثبته هي. اللي يقول لي لا مش معدن هقول له لا معدن. تمام، دي اعلى درجه. اقل درجه فيهم النص اللي بيدور عليه كل حلاق. يعني معاك
نص وواحد وواحد ونص واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة. تمام؟ دول ال10 درجات الايه؟ اللي معانا. كده احنا شرحنا المكنة وقلنا مميزاتها ايه. شغالة بالكشاف حتى لو النور قطع، معاها قاعدة شاحن، لو حابب ان انت توصلها على الايه، على الشاحن، او توصلها على في مكان للتايب سي لو عايز توصل المكنه دايركت. بس طبعا هي شكلها طبعا بالشحن اشيك. وعشان برضو الناس اللي هتاخدها لازم تراعي ان المكنه وهي محطوطه على الشاحن ليها عدله. ظهر المكنه بيبقى في المكان اللي ناحيه المكان اللي اتحط فيه التايب سي، ووش المكنه يبقى في المكان اللي مكتوب عليه VGR عشان تشحن معاك. لان لو حطيتها بالمقلوب كده مش هتشحن، لو حطيتها كده مش هتشحن، لو حطيتها كده هتشحن. تمام؟ ده كان الفيديو بتاعنا معاكم النهارده. وقلنا طبعا حرقنا السعر في الاول. الجديد عندنا ان احنا في عرض عندنا من مجنون حلاقه وغاوي حلاقه، ان المكنه بدل 2600 عليها عرض 2450 لفتره محدوده. السلام عليكم.